الله الرحمن الرحيم. أنا عمر فتحي نجار، رئيس البرلمان الشبابي بمركز حوش عيسى. بمركز حوش عيسى احنا جينا النهارده في إدارة مركز شباب إدارة دمنهور عشان خاطر الانتخابات البرلمانية على مستوى المحافظة، والانتخابات البرلمانية ديت على 12 مقعد، منهم رئيس البرلمان ووكيلين أول وثاني وأمين سر، وزائد 8 لجان تانيين، زائد 8 لجان تانيين. طبعا احنا جايين على ال 12 مقعد، فوجئنا ان 4 مناصب الاساسيين انتهى امرهم، وان ديت اخدوها بالتزكيه. لما سالنا قلنا دي ما ينفعش واحنا ما نعرفش، قالوا دي اشاره انبعتت لمركز الشباب، وان الموضوع كده خلاص. لما حبينا نسال عن الناس ديت طيب شكلها ايه، لان الناس ديت يعني ناس كانت في البرلمان قبل كده من سنين يعني، وبتاخدها بالتزكيه. برضو عليه شبهات اللي هو رئيس البرلمان اسلام عامر ديت ان هو ينتمي للحزب الوطني سابقا. ولما سالنا الناس كمان اللي هم معاه في مركز الشباب، والناس كلها اللي هي مركز شباب في دمنهور، قالوا ان الموضوع ديت جالهم تكليف او امر ان هو المرشح بتاعنا هو اسلام، وان ديت هو ده اللي هياخد هيبقى الرئيس، ومعاه الثلاث تانيين بالتزكيه. زائد كمان ان احنا لما سالنا يعني احنا واحد من ضمن الناس اللي هي هم حبوا طبعا هنا في البرلمان، قالوا انه والله احنا فتحنا من 12 ل 15 ما حدش جم غير الاربعه دول، يعني على مستوى المحافظه كلها ما حدش جم غير الاربعه دول، وعلى هذا الاساس خدناهم بالتزكيه. طب احنا في كان معنا ناس، وراجل قال ان انا جيت يوم 15 الساعه 2 عشان نقدم، قالوا لي ان مفيش حد خالص تقدم على الاربع مناصب دول. الساعه 12 يوم 15 الساعه 2، معنى كده ان كده خلاص يعني الباب انقفل ومحدش اتقدم خالص. الاستاذ احمد مختار عادل من اتكو اللي قال كده، عادل من اتكو، اسمه ايه؟ الراجل اللي شاهد بالشهاده ديت اسمه عادل من اتكو. هم لهم اتكو ديت ليها مرشح، يعني اتكو دي اخرى لها مرشح اللي هو وكيل تاني، هو من اتكو، مركز اتكو. وهذا اساس الراجل قال ان انا جيت هنا وسالت ما لقيتش حاجه، موقف الادارات يعني. ما لقيتش حاجه خالص. هنا الاداره، موقف الادارات الثانيه، الادارات الثانيه كلها برضه نفس الحكايه. قالوا طبعا ديت معترضه ومأيدانا، وان احنا دلوقتي عملنا، مش هنسكت طبعا، عملنا دلوقتي اثبات حاله او محضر. الاداره قالت لو اسلام تنازل، احنا اقتراح قلنا يعني ايه، في هنا طبعا هنا عدد حضر الجمعيه العموميه يعني اكتر المرشحين، يعني المفروض دلوقتي قالوا ينزل يعني خلاص نعيدوا انتخابات. طبعا فوجئنا بالناس بالاداريين هنا اللي هم المفروض حياديين، طبعا رفضوا الموضوع ده خالص، وتموا في جدال بيننا وبينهم، وان القانون بيقول واسلام عرض علينا، واسلام غير كده. احنا لما جينا اسلام عرض علينا، اسلام عامر اللي هو رئيس البرلمان عرض علينا ان احنا ممكن تسكتوا على الاربع مناصب دولت، واحنا يعني هندوكم او هنرشحوكم وهننتخبوكم في باقي المناصب، يعني في باقي اللجان، يعني 8 لجان هيدونا فيهم يعني مقاعد، في حين ان احنا نسكت عن الاربع مناصب الحيويه او الاساس يعني. لما وقف اسلام قدام الجمعيه العموميه كان رد فعله لما خالفوه انتوا؟ لما قلنا وقفنا قدامه وقلنا الجمعيه العموميه بتقول كده، جه قال والله احنا اهل ثقه، واحنا يعني اهل للمناصب ديت، واحنا شايفين نفسنا احنا لنا الاولويه، فاحنا مش متنازلين. واسفر عن ذلك انسحاب مركز اداره الشباب حوش عيسى وإتكو ودمنهور والمحموديه، بخلاف في ناس تانية كمان يعني كل شويه اللي معترض، يعني اللي ما عجبوش الموضوع بيطلع. واحنا حاليا احنا مش ساكتين طبعا، هنصعد الموضوع، واللي هو يعني مقصر يتعاقب، دي ما فيش مشكله عشان خاطر يعمل حسابه بعد كده.